أهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده يا شباب احنا هنعرف الفرق ما بين فانكشن ليها ريتيرن وفانكشن ملهاش ريتيرن. فأول حاجة تعالى نتكلم على فانكشن اللي ملهاش ريتيرن. وعشان نكتب فانكشن يا شباب أول حاجة بنعملها بنكتب كلمة void، بعد كده اسم الفانكشن بتاعتك، واسم الفانكشن لازم يدل على الحاجة اللي هي بتعملها. فأنا الفانكشن دي مثلا كنت هعمل برنت لمجموعة داتا، هعمل ايه print data. بعد كده احط الأقواس والكيرلي براكتس. يبقى عشان أنا أعمل فانكشن ملهاش ريتيرن يعني هتنفذ الكود اللي جواه وخلاص، فأنا عملت كلمة void، اسم الفانكشن بتاعتي والأقواس والكيرلي براكتس، واسم الفانكشن لازم يكون أول حاجة small بعد كده capital. طيب تعالى جوه الكيرلي براكتس بقى نكتب الكود بتاعي اللي عايزه يتنفذ. مثلا كنت عايز أعمل print لماي نيم از عبده مثلا، فهكتب my name is عبده، my name is عبده. وجيت كمان كنت عايز أعمل print الإيدج بتاعي، هكتب my age is 22 مثلا. تمام، فأنا كده عشان عملت فانكشن مش بتعمل ريتيرن الحاجة. طب يعني ايه فانكشن مش بتعمل ريتيرن الحاجة؟ يعني بتنفذ الكود اللي جواه وخلاص. فلما احب بقى ان انا استخدم الكود بتاعي دوت، هروح على المين فانكشن وهي هستدعي الفانكشن بتاعتي، فهروح اكتب برنت دات اللي هي فانكشن خاصة بيا. ولما اجي اعمل رن هتلاقي انها بتعمل برنت للداتا بتاعتي. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان احنا لما نيجي نعمل فانكشن عايزينها تنفذ الكود اللي جواه وخلاص، مش مستنيين منها حاجة، يعني مش عايزين منها ريتيرن. فوالله بروح اكتب الفانكشن ديت ان انا بعمل كلمة void، بعد كده اسم الفانكشن بتاعي والاقواس والكيرلي براكتس. جوه الكيرلي براكتس بكتب الكود بتاعي اللي عايزه يتنفذ. طيب من هنا كمان يا شباب عنده كلمة void وليه اقواس وكيرلي براكتس، هتتلاقي المين. فانت دلوقتي تعرف ان المين دي عبارة عن فانكشن، وغير كده كمان تعرف ان هي فانكشن ملهاش ريتيرن. طب انت عرفت ازاي ان ملهاش ريتيرن؟ لان انت لقيت كلمة void. فأنت لما تلاقي كلمة void أعرف على طول إن الفانكشن دي ملهاش return، يعني بتنفذ الكود اللي جواه وخلاص. وعايزك كمان تلاحظ حاجة، إن أنا لما جيت استدعيت الفانكشن بتاعتي كتبت اسمها والأقواس. طب من هنا كمان كتبنا الاسم بتاعها وحطينا الأقواس، هتتلاقي print. فأنت تعرف إن print ديت كانت عبارة عن فانكشن وأنا استدعيتها. طب تعالى كده نروح على الفانكشن ديت، فأنا أروح عليها وأضغط كنترول، هتلاقي إن البرنت أصلا كانت عبارة عن فانكشن. فانكشن بتنفذ الكود اللي جواه وخلاص، مش بتعمل ريتيرن الحاجة. طب انت عرفت منين؟ عرفت ان هي كلمة void. فحلو اوي. فانا اول حاجة كده عرفت ان انا كنت عايز فانكشن بتنفذ كود جواه وخلاص زي فانكشن دي كده، مش مستني منها حاجة، مش مستني ترد عليا بحاجة، فبروح اكتب فانكشن عادية زي دي كده. طيب تعالى نتكلم بقى على تاني حاجة، وهي فانكشن بترد عليا بناتج يعني ليها ريتيرن. بس عشان نفهم ديت تعالى نكتب فانكشن عادية خالص عشان تلاحظ الفرق. فهعمل void مثلا، كانت فانكشن بتجمع رقمين، فهعمل sum number وأحط الأقواس في الكيرلي براكتس بتاعتي. وهنا هعرف المتغيرات بتاعتي، هعمل int n1 كانت بتساوي 1، و n2 كانت بتساوي مثلا 9. وهعمل الريزولت بتاعي كان بيساوي n1 زائد n2، وهعمل برنت المين برنت الريزولت ده. وهاجي أساعد الفانكشن بتاعتي في المين، فهكتب ايه اسم الفانكشن بتاعتي. لما أجي أعمل run هتتلاقي إن هي نفذت لي عملية الجمع اللي هي 1 زائد 9 هيساوي إيه؟ يساوي 10. طيب تمام. افرض بقى يا شباب الناتج بتاع الفانكشن دوت اللي هو ال10 كنت عايز أجمعه مع حاجة تانية، يعني كنت عايز مثلا أعمل هنا متغير كده إن 3 مثلا كان بيساوي الفانكشن دي، بيساوي الناتج بتاعها. وجيت والله عملت الريزولت تاني، ريزولت 2 مثلا كان بيساوي مثلا 15 زائد n3. طيب هو ال n3 ده بيساوي مين يا شباب؟ ال n3 ده بيساوي الناتج بتاع الفانكشن. هو ناتج الفانكشن ده كان بيساوي كام؟ بيساوي 10. فأنا هنا لما أعمل 10 زائد 15 هيعمل لي كام؟ 25. هتعالى نعمل برنت لمين؟ للريزولت. هاجي هنا بقى أسألك، هل ينفع إن أنا أحط فانكشن جوه فاريبل؟ هل ينفع أحط فانكشن جوه متغير؟ هتقول لي لأ طبعا. طب ليه لأ؟ لأن الفانكشن دي فانكشن عادية مش بتعمل ريتيرن الحاجة. أنا محتاج فانكشن بترد عليا بالناتج علشان أقدر أحط الناتج بتاع الفانكشن دوت في ال n3. فتعالى نحول بقى الفانكشن دي من فانكشن عادية لفانكشن لها ريتيرن.
بتعمل ريتيرن لمين؟ بتعمل ريتيرن للريزلت بتاعي اللي هو ال10. عشان نحول الفانكشن ديت من فانكشن عادية لفانكشن لها ريتيرن، بشيل كلمة void، بحط الداتا تايب بتاعتي. طب الداتا تايب ديت بحطها بناء على ايه؟ بناء على الناتج بتاعك اللي هيطلع. طب انا الناتج بتاعي دوت كان انت، الداتا تايب بتاعته انت، فخلاص حط انت هنا في الفانكشن دي. واول لما انا غيرت كلمة void بالانت بتاعي، هتلاقي ظهر الايرور. ليه ظهر الايرور؟ لان انت ناقص تديلها الريتيرن بتاعها. فتعالى نديلها الريتيرن بتاعها. اكتب كلمة ريتيرن مين؟ ريتيرن للريزلت. فانا كده يا شباب حولت الفانكشن ديت من فانكشن عادية لفانكشن بترد عليا بالناتج. فاول حاجة كنت بحدد الداتا تايب بتاعة الفانكشن. طب الداتا تايب ديت بحددها بناء على ايه؟ بناء على الناتج اللي هيرجع لك. الناتج اللي هيرجع لك كان انت، خلاص حط انت هنا في الفانكشن دي. فكده انا حولتها من فانكشن عادية لفانكشن ليها ريتيرن. بعد كده لاحظت ان الايرور عندي هنا راح. طب ليه الايرور عندي راح؟ لان خلاص الفانكشن ديت بقت بتساوي الناتج بتاعي. طب الناتج بتاعي كان بيساوي كام؟ بيساوي 10. خلاص حطيت ال10 جوه ال n3 وجمعت ال15 مع ال n3 وعملت برنت للريزلت. انما في الاول لما كانت الفانكشن دي عادية، كانت انت بتحط الفانكشن نفسها جوه المتغير. طبعا ما ينفعش. فلما انا حولتها من فانكشن عادية لفانكشن لا ريتيرن، فانا خلاص دي بالنسبة لي بقت الناتج بتاعي. طب الناتج بتاعي كان ايه؟ بيساوي 10. فدي دلوقتي يا شباب مكانها 10. فده كان الفرق بين الفانكشن العادية والفانكشن اللي لها ريتيرن. يعني فانكشن بترد عليا بالناتج زي ما انت لاحظت في المثال ده. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة. فيديو النهاردة عرفنا الفرق بين الفانكشن العادية، يعني فانكشن بتنفذ كود جواه وخلاص، وبين فانكشن بترجع لي ناتج. والفانكشن اللي بترجع لي ناتج ديت، كنا أول حاجة بنعملها إن إحنا بنحدد الداتا تايب بتاعتها. طب الداتا تايب ديت بنحددها بناء على إيه؟ بناء على الناتج بتاعك. طب أنا الناتج بتاعي دوت كان انت، خلاص حط هنا انت. ممكن مثلا الناتج دوت يكون string، فحط هنا string، وهكذا بقى. كمان فهمنا حاجة، إن أنا ما ينفعش أحط فانكشن جوه متغير. طب ينفع أعمل إيه؟ ينفع أحط الناتج بتاع الفانكشن ديت في المتغير. فأنا لازم أحول الفانكشن دي من فانكشن عادية لفانكشن بترد عليا بناتج. يعني لازم أحولها لريتيرن فانكشن عشان أقدر أحط الناتج دوت في الفاريبل بتاعي، وأجمع الفاريبل دوت بأي حاجة أنا عايزها بقى. فبس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.